الموافقة على خصم 10% ضريبة من مرتبات الموظفين، ده خبر ما حصلش. الحقيقة كشفها النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، واللي أكد إن قانون الضريبة على الدخل بعد التعديلات ما بينصش على خصم النسبة دي من المرتبات، فما تقلقوش. في ضغوط بتتمارس على النادي الأهلي علشان يتباع لمستثمرين، ده خبر ما حصلش. الحقيقة كشفها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللي نفى الموضوع تماما وأكد أهمية الحفاظ على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. وزير الرياضة كمان قال إن في تعديلات بتتم في قانون الرياضة خصوصا في بنود الاستثمارات في الأندية، وقال كمان إن القانون الحالي بيسمح بتأسيس شركات كرة لكن ما بيسمحش لأي مجلس إدارة لأي نادي بإنه يكون له دور فيها ولا كمان بيعها لأن ده بيسبب أزمات. مواطن سايق موتوسيكل ومعاه شوال في جثة، ده خبر ما حصلش. بعد الضجه اللي حصلت على السوشيال ميديا بسبب الصوره دي اكتشفنا ان الجثه دي مش انسان، وفي مصدر كشف ان الصوره دي كانت لتاجر ملابس جاهزه، واللي كان في الشوال ده مانيكان بيستخدم لعرض الملابس في المحلات. زئبق وزرنيخ جوه علب التونه في الاسواق المصريه، ده خبر مضروب. الحقيقه كشفها حازم المنوفي عضو الشعبه العامه للمواد الغذائيه، واللي اكد ان التونه اللي موجوده في الاسواق المصريه جودتها عاليه وخاضعه للمواصفات الصحيه، وقال كمان ان اي نوع من اسماك التونه على مستوى العالم بيكون في نسبه محدوده جدا من الزئبق وفقا لمعايير السلامه الغذائيه العالميه، وده لحفظها من التلف، ولكنها مش بتمثل اي خطر على صحه الانسان. ايقاف حساب الدكتور زاهي حواس على تويتر بسبب محاضرات ضد الافروسنتريك، ده خبر ما حصلش. الحقيقه كشفها مستشار دكتور زاهي حواس، واللي اكد ان كل حساباته الرسميه شغاله تمام، وقال كمان انه موجود حاليا في الولايات المتحده عشان بيدي محاضرات عن الاكتشافات الاثريه الاخيره في مصر. الغاء كروت الفكه في مصر، ده خبر ما حصلش. الحقيقه كشفها مصدر حكومي واكد ان كروت الفكه متوفره في الاسواق، وكمان في مصدر في شركه محمول مصريه قال ان كان في نقص في كارت الفكه فئه 10 جنيه، لكن المشكله اتحلت وكل كروت الفكه متوفره في الاسواق.